التراث الكويتي والتاريخ من خلال أشخاص محبين يهتمون بهذا الحفاظ على الهوية الكويتية الأصيلة. راح نتعرف مع بعض على شخصية يمكن شفتوها قبل معانا من خلال تو الليل في تقارير أخرى عن التراث الكويتي، هو الباحث محمد كمال. أنا أحب الجوازات الكويتية وايد، وخاصة الجوازات النادرة منها الورقية، وعندي جوازات عالمية أيضا منها نوادر. طبعا نواجه صعوبة جدا في الحصول على بعض الجوازات منها الورقية النادرة، ونبحث بحث شامل ونوصي الشباب يلا يعني نحصل الشغلات النوادر هذه. بما أن احنا نتحكي عن الجوازات طبعا نتكلم اليوم على أول مدير جوازات في الكويت، وكان هو الملا صالح بن محمد الملا، وكان سكرتير الأمير آنذاك، وكان يكتب كتاب حق دار الاعتماد البريطاني يشرح فيه اسم طالب الجواز وجنسيته وأوصافه، ويدز حق دار الاعتماد البريطاني على أساس يدفع لهم ربوية للحصول على جواز علم وخبر. مدة الجواز علم وخبر مدتها سنة كاملة، وصالح لكذا سفرة يصير في ختوم من الخلف في على حسب الدول اللي يروح لها. احنا طبعا تكلمنا على الجوازات، وناس وايد تسالني ليش تحب تختين الجوازات والشغلات النادره. انا احب اني اوثق تاريخ الجوازات الكويتيه واصداراتها كلها كامله، لان ما في احد عندنا بالكويت عنده الاصدارات هذه الكامله او موثقها.